أهلاً بيكم في قناتي كوك ويت شريفة. وصفاتنا تتميز بطعم زمان للمطبخ المصري الأصيل. اليوم نقدم لكم طريقة عمل الباذنجان المهروس بالثوم المدخن. نشوي الباذنجان والبصل والطماطم والفلفل معاً في الفرن. نضيف الخضروات المشوية إلى محضرة الطعام ونخلطها جيداً. بعد خلط الباذنجان المشوي مع فصين ثوم وعصير ليمون، أضف زيت الزيتون. الآن نضيف اللمسات الأخيرة: البقدونس الطازج وشرائح الطماطم ورشة سماق لإضفاء اللون والنكهة. كفتة مشوية بإتقان على طبق التقديم الفاخر، مزينة بالبقدونس الطازج وصوص الطحين الغني. الله، على الطعم الشرقي الأصيل. والآن نقدم لكم طريقة عمل كفتة الحاتي بالطعم المصري الأصيل. بدينا كيلو لحم مفروم مع ربع كيلو دهن، وبصلة كبيرة مفرومة تم تصفية الماء منها جيداً. معنا أيضاً حزمة من البقدونس المفروم، الأوراق فقط، ومعنا ملعقتان من الدقيق وملعقتان من النشا. أيضاً لدينا ملح وفلفل أسود وملعقة صغيرة من الزنجبيل وملعقة صغيرة من مسحوق الثوم ونصف ملعقة صغيرة من القرفة. بعد إضافة ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، اعجني الكفتة جيداً لمدة لا تقل عن 15 دقيقة. ضيف القليل من الزيت لماء البصل ونشكل الكفتة ونرتبها في الصينية بهذا الشكل. الكفتة في فرن سخن على درجة حرارة 200 والمروحة شغالة، وبعد 10 دقائق نشعل الشواية للتسوية الجديدة. بعد حوالي نصف ساعة نخرج الكفتة من الفرن ونقدمها ساخنة. بالصحة والهنا. كفتة مشوية بإتقان على طبق التقديم الفاخر، مزينة بالبقدونس الطازج وصوص الطحين الغني.